السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلقت المكرونة في اللبن، وعايزة اقول لكم وصفة تحفة جدا جدا. ندمت ان انا ما جربتهاش من زمان. بنتي اول لما تخش من الدرس كده لو ما لقيتش الاكل عاجبها او لقيتني لسه ما خلصتش الاكل بتقف تعملها في 5 دقايق وعايزه اقول لكم بتبقى تحفه من غير كريمه ومن غير يعني اي مكونات غاليه. بتطلع معاكي كريمي وتحفه، احلى مكرونه بالوايت صوص، رهيبه بجد. والطعم حكايه ومش مكلفه نهائي. كل الحاجات وانت واقفه في المطبخ كده سريع سريع هتعمليها في منتهى البساطه، واكنك محطه لها مكونات غاليه جدا وهي ما فيهاش اي حاجه بسيطه جدا. اول حاجه معايا الحله على النار او اي حاجه هتعملي فيها. حطيت 3 معالق من الزبده او السمنه، وعليهم 3 معالق من الدقيق. هبتدي اقلب الدقيق بتاعي كده لحد ما يسخن كده في السمنه وريحته تطلع زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه الخطوه دي، خلي الدقيق كده ريحته تطلع معاكي بس ما تحرقيهوش. هنزل بقى عليه 3 كوبايات من الحليب و3 كوبايات من الميه. هقلبهم كويس جدا مع بعض. وبصوا دي ما تكتلش معايا ولا اي حاجه ولا عمل كتل ولا اي حاجه. هحط هنا مكعب من المرقه وده اختياري، واحط كده رشه من الفلفل الاسمر والملح حسب بقى ايه رغبتك. ممكن طبعا تدوقي وتشوفي الملح بتاعك. حباه كده تمام، مش حباه ممكن تزودي ملح لحد ايه ما انت عايزه. هنا بقى هنزل كيس مكرونه ده حوالي 400 جرام. هنزله او بعد كده الاول لما يغلي هوطي بقى ايه النار كده عليه على الهادي كده، وابتدي بقى كل شويه اقلبها لحد ما تستوي معايا. عايزه اقول لكم بتطلع مكرونه وايت صوص كريمي جدا، اكنك حاطه لها كريمه لباني من الغاليه، اكنك حاطه لها قشطه، طعمها تحفه. بفضل بقى كده اقلبها على الهادي على الهادي كده لحد لما اوصل لسوى المكرونه اللي انا عايزاه. بصوا بقى ممكن اقدمها كده، وعايزه اقول لكم والله طعمها تحفه جدا. وممكن بقى تضيفي اي نوع جبنه انت عايزاه. انا كان عندي هنا شويه جبنه موتزاريلا ضفتهم. ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي رومي، ممكن تحطي جبنه مثلثات. عايزه اقول لكم انا مره ضفت عليها جبنه من اللي هي في العلب المعلبه دي، والله العظيم حطيت ساعتها معلقتين او 3. عايزه اقول لكم خلت طعمها تحفه تحفه تحفه. بس كده وتتقدم بقى سخنه او تتساب يعني تهدى شويه، وطعمها رهيب رهيب بجد. طبعا الفتره اللي فاتت دي كان في المكرونات الجاهزه اللي بتتباع جاهزه. عايزه اقول لكم طعمها مش لطيف وتقيله كده على المعده، لا دي سهله جدا وسريعه ومكوناتها بسيطه يعني كلنا عندنا شويه اللبن، شويه المكرونه، معلقتين السمنه، حاجه بسيطه. والاهم من كده ان هي طعمها تحفه بجد. ممكن طبعا زي ما قلت لك ما تحطيش جبن. السلام عليكم ورحمه الله.